لتفعيل آفاق التعاون بين جامعة ديالى ودوائر المحافظة، استضاف مجلس الجامعة مدير دائرة صحة ديالى لمناقشة عدد من المواضيع كان أهمها استحداث كليتي التمريض وطب الأسنان في جامعة ديالى، وذلك لحاجة المحافظة لهذه التخصصات. استضاف مجلس جامعة ديالى صباح هذا اليوم الدكتور علي التميمي مدير عام دائرة صحة ديالى لتفعيل آفاق التعاون بين دائرة صحة ديالى وجامعة ديالى وعلى الأخص كلية طبية. وأبدأ الأخ الدكتور علي استعداد الدائرة لمواصلة التعاون اللي هو سابقا أيضا فعال ومستمر. هذا وقد أكد مدير صحة ديالى الدكتور علي التميمي بأننا حريصون على توفير كل المستلزمات لطلبة كلية الطب في الجامعة وتدريبهم على يد أطباء كفاء. كذلك سيكون لاستحداث هذه الاختصاصات الأثر الكبير في تطوير ملاكات المحافظة من أطباء وممرضين خدمة لمحافظتنا العزيزة. تشرفنا اليوم بحضور مجلس جامعة ديالى الموقر لاستضافة دائرة الصحة في التعاون بمشاريع مستقبلية تخدم المحافظة وأبناء المحافظة، منها استحداث كلية للتمريض في المحافظة، وكذلك بحث موضوع استحداث كلية لطب الأسنان، وأيضا تم التطرق على دعم المشترك ما بين دائرة الصحة والتعاون ما بين دائرة الصحة وكلية الطب في جامعة ديالى. عميد كلية الطب الدكتور طالب جواد: هناك عدة مشاريع قد تم الاتفاق عليها من قبل الجامعة ودائرة صحة ديالى لتعزيز قدرة الكوادر الطبية في المحافظة، كذلك البدء بتشكيل لجان تعمل على إرساء دعائم هذه المشاريع على أرض الواقع والعمل على النهوض بالجانب التعليمي والصحي للمحافظة. وقد تناول الاجتماع شيء أساسي ومهم، وهو مقترح إنشاء أو استحداث كلية طب الأسنان وكلية التمريض، وآل الموضوع إلى البدء بمشروع إنشاء قسم أسنان وقسم تمريض ملحق بكلية الطب جامعة ديالى. وعلى صعيد متصل، كرم مجلس جامعة ديالى متمثلة برئيسها الدكتور عباس فاضل الدليمي مدير صحة ديالى بدرع الجامعة وشهادة تقديرية لدوره الكبير في خدمة المحافظة. لقناة الجامعية الفضائية، علاء الأمين، ديالى.